الكيتو، الفكره بتاعت الكيتوجينيك دايت هم شايفين ان انت لما بتاكل كارب، الكارب ده هيعمل تحفيز للانسولين. احنا عارفين الكارب بيعمل 3 حاجات، بيدينا الطاقه، وبعدين بيتخزن بشكل جلايكوجين، وبعدين بيتحول لدهون، ده الزياده منه. ده شكل الكارب، يديك شويه طاقه زاد عن الحد، بيتخزن بشكل جلايكوجين، زاد اكتر التحول لفات. يبقى كده لما ناكل كارب هيحفز الانسولين، هيخزن لي ايه؟ الدهون. يبقى كده الوحش اللي انا ما بحبوش الكارب والانسولين، اللي انا مش عايزه عشان هو ده اللي هيخزن لي ايه؟ الدهون. فهي دي الايه الفكره اللي مبني عليها الكيتوجينيك دايت. عشان امنع الموضوع ده انا هقطع كارب، فهخلي الجسم ما يحفزش الانسولين، مش هيخزن ايه؟ دهون. فدي فكره الكيتو بشكل عام.